الرز استوى بعدين لقيتيه عجن، هل له حل؟ طبعا له حل. خدي الرز ده كله حطيه في صينيه كبيره جدا ودخليه الفرن يبقى سخن، وولعي الفرن 3 4 دقائق، وصينيه كبيره كده الومنيوم ولا حاجه او بايركس ايا كان، وحطي الرز فيها. افردي طبقه مش تخينه قوي. احنا الفكره كلها ان احنا نبخر شويه من السوائل اللي موجوده في الرز ده، عشان احنا عايزين نقلل السوائل اللي فيه علشان ما يبقاش معجن كده. هتحطيه في الفرن هينشف بسيط، تقلبيه شويه هتلاقيه فقد جزء من السوائل، ما بقاش معجن. القصه بسيطه جدا. غلطه من الغلطات اللي بتقابلنا او مشكله اللي بتقابلنا في الرز ان ساعات القعر بيتحرق مني وبينشف. طب نعمل ايه؟ احنا بنقول عليه بلحلحه بشويه ميه، يعني نحط شويه ميه صغيرين، بكلمك على معلقه كبيره كده او معلقتين بحسب كميه الرز، والنار هاديه تماما تماما تماما. فالسوائل دي على بال ما بتوصل للقعر وتبتدي تسخن وتتبخر هتلاقيها فكت لك الطبقه اللي تحتانيه دي وطرتها. طب افرضي الطبقه دي اتحرقت قوي قوي بقى، يعني خلاص انا مش عايزه طعمها، الحق اروح اطلع الرز من الحله، انزل الجزء السليم اللي ما اتحرقش وده هو اللي استخدمه في حله جديده، وخلاص التاني بقى نستعوض ربنا فيه. خلاص خساره وحصلت، يعني ما تزعليش عليها، كلنا بنتعلم من اخطائنا، المره الجايه هتعمليها احسن.